وسهلا أعزائي متابعي قناة عجائب البرنس. النهاردة جايب لكم إن شاء الله أكلة كده هتعجبكم كده على السريع. دي سمكة مبروكة، احنا غسلناها غسلة زينة وفتحناها بنفس الشكل كده. ن- نفتحها من فوق، هنعملها سنجاري. بعد ما ننضفها تنظيف حلو ونجهزها كده نفس الشكل اهي. نقعناها بخل وميه وليمون وملح عشان خاطر الزفرة تروح. هنا الخضروات بتاعتنا دي اللي هنبدأ نجهزها. هنا كزبرة خضراء مع خضروات كلها، فلفل يفضل انه يكون مش حراق، ده فلفل رومي، طماطم مكعبات، بصل مكعبات، بشرنا جزرتين. وهنا معانا في البولة دي اللي هنعمل فيها برضو الخلطة بتاعتي 5 دروج توم. خليكم هنا خطوة بخطوة كده. معانا احنا فص توم حاطين عليه زي معلقتين كبار زيت. وهنا البهارات بتاعتنا كزبرة، كمون، فلفل اسود، ملح. طبعا احنا مش حاطين شطة عشان خاطر معانا اطفال تقدر تاكل. هنقلب الحاجة دي مع بعضيها تجيب لو كانت محتاجة تاني زيت او ندوها مثلا، هندوها عصرة ليمون برضو. طبعا احنا هنجيب احنا هندوها عصرة ليمون. وما كترش خل برضو، زي معلقة صغيرة خل. وبرضو هنقلب الحاجات دي مع بعضيها. وهنعصر نص الليمون التاني. لو عندنا بابريكا حمرا معلقة بابريكا عشان تدي هتدي لون للخلط. نخلوها حمرا كده زي ما انتوا كده شايفين كده. الخلطة دي بتاعتنا جاهزة. بعد كده هنكب على الورق القصديري بتاعنا عشان السمكة بتاعتنا متلزقش. معلقة زيت، نفس الطريقة كده زي ما انتوا كده شايفين. ادينا دهنا القصديري بتاعنا الزيت. هنجيب السمكة بتاعتنا ونخلوها بنفس الشكل كده. زي ما في حاجة هنعملها فرق القصدير عشان خاطر الحاجة ما توقعش. لازم نلفوها كده عشان الحاجة اللي في كده شايفين. هنجيب الخلطة بتاعتنا دي ننزلها على السمك.
لازم نخلوها ايه دي التومة الزيت، لازم نخليها ايه تشرب كلها كده ايه منيها زي ما انتوا كده شايفين. طبعا الخلطة بتاعتنا عملناها كل هذا، حطيناها في الصينية عشان نرموها في الفرن على كده. تسويها يعني زي ايه، تاخد نص استوى، عشان الخلطة اللي انا وريتها لكم ده الحشو اللي من فوق هنسويه نص استوى في الطاسة. خليكم معانا. احنا حطينا ايه ربع كوباية زيت. هنروح ندين ايه اول حاجة البصل، ندوها تقريبا لمدة 5 دقايق، يا دوب تدبل معانا، ما تاخدش اي لون يعني، بس تدبل هي عشان بس البصلة شديدة الاول. ندوها سنة ملح عشان ما نخربوش الملح في الخلطة. والملح برضو ايه شوية، نحط عليهم برضو شوية توابل من التوابل اللي احنا حطيناها. شوية كمون، هو السمك يعني أكتر حاجة يحبها الكمون. شوية كزبرة، فلفل عشان حطينا فلفل في الخلطة عشان ما يبقاش حراق. الفلفل الحامي لو مثلا ما عندكش ما فيش عيال صغيرة في البيت وبتحب الحاجة الحامية، يعني الحاجة الحراقة دي ايه اختياري، بس باقي المكونات لازم تبقى كلها موجودة. كده احنا قلبنا البصلة بتاعتنا وبدأت تدبل اهي زي ما انتم شايفين. يعني هندوها. هنروح جايبين الحاجات بتاعتنا كلها، هنروح نازلين بيه كلها مرة واحدة كده. هذا طبعا في اللي بيعملها الطريقة دي، ما يحط الحاجة نية على السمك برضه مي، بس الأفضل إنك كيف تسويها نص استوى عشان ما تتحرقش على الفرن. طبعا إيه الريحة ما نقولكمش. ندوها عصرة ليمون، ولا عصرة الليمون. طبعا ايه الريحة واو. كان معكم الشيف ابو جليل. وبكده بعد ما طلعناها خليناها استوت اهي نص استوى، نحط الخلطة اللي احنا عملناها دي، الحشو بتاعي السنجاري، حشوة السمك هذا اهي. طبعا هنوزعها عليها كلها كده. عايز قطع مثلا ليمون عليها من فوق ماشي، مش عايز نغطيه. بقدر ارجعها ايه على الفرن. غطيناها كلها دي زي ما انتم كده شايفينها اهي.
ونرجعها تاني على ايه، على الفرن. وبكده خلصت على التقديم. تتقدم مع رز وسلطة وهني، وتاكل بالهنا والشفا. شكرا والى اللقاء. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل هو جديد. والى اللقاء مع الفيديوهات القادمة.